واسمحوا لي أيها الآباء، أكبر جريمة تربوية أن نخوف الأبناء منا نحن، ونخوف الأبناء من رؤيتنا ومراقبتنا وتفتيشنا. خطأ. أنت لن تكون مع ابنك دائما، أنت لن تكون الجوال معك، ابنك معه آيباد صحيح، ومعه نت مفتوح، ومعه المودم ما شاء الله الزين اللي بثه قوي حاطه في الصالة للجميع، وابنك يدخل ما شاء متى شاء كيف شاء في أي وقت شاء، ولا تستطيع أن تتابعه. من الخطأ التربوي تربية يوسف، تربية يعقوب عليه الصلاة والسلام، نبي الله، واصطفى الله يوسف، علمه الحكمة، بلغ أشده، وعندما بلغ الأشد قيل لم يبلغ إلا 17 في أقوال عديدة. بلغ العقل والإيمان والخشية والتقوى. وابني إذا كان ما يخاف إلا مني ومنك تربيتنا مهترئة. خطأ كبير أن تربيه على الخوف منك. ولذلك تجد بعض الأمهات إذا أرادت أن تعاقب ابنها قالت يا ويلك من أبوك. ليه؟ وين رب؟ حتى بعض الأطفال إذا خاف قال يمه، الله يرحمك ويرحم أمك معك، الله يجزاك خير. أمك لو يطب عندكم قطو اختل عقلها، قط صغير. فالذي تخف ليه ما تقول يا رب؟ لماذا لا تنادي العظيم الذي يؤمنك من الخوف؟ تربية خاطئة أن نربي أبناءنا أن يخاف من القط، من الحرامي، بل بعضهم يخوفه من العسكري، هذا خطأ. بعضهم يخوفه من الظلام، خطأ. بعضهم يخوفه من. ولذلك أعود إلى التربية التوحيد. إن تربية المراقبة لابني وابنك هي التي لو ابتعث أو تغرب أو خلا أو غلق الأبواب وقفل بالأقفال يبقى أنه يقول معاذ الله، لأن الله معه، لأن الله يراه. التربية التي نقول لأبنائنا يا أبنائي، بل للجميع يا أبنائي يا إخواني، الأرض كلها مصورة، الأرض مصورة. بعض الأبناء إلى الآن لا يدري من اللي يصور، وين الكاميرا يا حبيبنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إنهم الملائكة. الأرض تتحدث، الأرض تنطق، يومئذ تحدث أخبارها. ما أخبارها؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه تخبر ما أحدث أبناؤها فوق ظهرها. نقول لأبنائنا أبنائي أنا أغيب، لكن الكرام الكاتبين ما يغيبون. أنا أغيب، لكن السميع البصير لا يغيب. ما لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، إنه ملك الملوك جل وعلا، وما قدر الله حق قدره.